عارفة انها ما بتظبطش معاكي وبتطلع باشكال خزعبلية وكمان ما بتنجحش منك. بس النهاردة جايبالك اسرار وتكات العجينة، وكمان هنعملها بفليفر كتيرة جدا بالسكر البودر والعسل، وهقولك ازاي تعملي الشربات ويطلع معاكي مظبوطة، تبقى مقرمشة من بره كده وطرية من جوه. شايفة الجمال والطعامة؟ بولة بقى وهتجيبي فيها كوبايتين من السكر، عليهم كوباية مية من الحنفية، معلقة كبيرة من سكر الجلوكوز، وعصرة ليمونة. هنسيبها على النار 7 دقايق تغلي غلوتين وحطهم في بولة يبردوا على جنب. بولة بقى ومعلقتين من الخميرة، معلقة من السكر، ربع كوباية من المية الدافية. سيبها تخمر معايا تمام، بقت كويسة كده. هجيب كوبايتين من الدقيق وانخلهم كويس، عليهم معلقتين كبار من النشا، نص كوباية مية دافية، وهبدأ كده أقلب المكونات دي كويس جدا. وأهم مرحلة هي لت العجينة. يعني إيه لت العجين؟ يعني أبدأ أخبط كده في العجينة لمدة 5 دقايق من جوه لبره، كأنك بتضربي حد كده بالقلم ومتضايقة منه. هيتكون معانا حاجة اسمها عرق العجينة. أول ما توصلي للمرحلة دي هغطيها بالستريتش راب واحطها في مكان دافي وغطيها لمدة ساعة، هتلاقيها خمرت وتضاعف حجمها. وبعد كده أهبطها واحطها في بولة واركنها على جنب. كوباية مية بقى عادية وفيها معلقة زيت، هبدأ كده أشكل العجينة، أحط المعلقة في الكوباية اللي فيها المية ومعلقة زيت، وأبدأ كده أقطع التقطيعات الكور بتاعتنا. طاسة بقى وفيها زيت غزير والزيت يكون سخن، وهوطي النار وأبدأ أشكل الزلابية بتاعتنا أو العوامات أو لقمة القاضي. أول ما تلاقيها تبدأ تلون معاكي كده حطها في صينية بقى تبرد. هخلص كل الكمية بنفس الشكل ونفس التكنيك. شايفة الجمال؟ تجنن. أبدأ كده بعد ما تكون بردت لمدة 10 دقايق هقليها بقى القلية التانية على نار عالية كده تاخد اللون اللي انتي شايفاه ده، وانزل في الشربات البارد اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده. الطريقة التانية تقدري تسيحي شوكولاتة على حمام بخار مية وتحطي فيها معلقتين من الزيت، وتنزلي بقى بالزلابية في الشوكولاتة، بتبقى خطيرة. او بالسكر البودر كده او بالنيوتيلا، اي فريفر انتي عايزاه. عايزة اقولك تجنن، والكمية مش معقولة. تقدري تعملي منها مشروع من البيت، وكل اللي ياكلها من ايدك يحلف بجمالها وطعمتها. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم.